حكم الواضح بالصورة أحمد قاسم. مباراة مهمة للفريقين. النفط سيلعب من يسار الشاشة، بينما نفط ميسان سيلعب من يمين الشاشة. ابتدأت اللقاء الشوط الأول طبعا بالأخضر نادي نفط ميسان، وفي الأبيض فريق نادي النفط. إكرام الضيف تشكيل نادي النفط ومدربه عادل نعمة. يلعب بعلي ياسين بحراسة المرمى. خط الدفاع كرار سالم الكاميروني جيويل. هناك سامسون دير أحمد خالد. بالوسط سامي هين ستار ياسين محمد سادات رامسيس، وكذلك أحمد صبري. بالمقدمة حيدر حسين. هكذا يبدأ مدرب نادي النفط السيد عادل نعمة، بينما مدرب نفط ميسان السيد علي عبد الجبار يلعب بحسين نجم. محاولة الآن بالوسط، القطع للكرة كانت من ماثيو، راجعة هذه المرة إلى الكسندر يولي. نفط ميسان بالأخضر الغامق، ويلعب من يمين الشاشة حسين نجم بحراسة المرمى. خط الدفاع لنفط ميسان محمد سعيد سواليو أوتارا الكسندر يولي مصطفى محمد. بالوسط أكرم رحيم ماثيو ديمي داوود عثمان سنيه جعفر ناصر. الانطلاق الآن والمحاولة الخطيرة من ديمي داوود، وهجوم لفريق نفط ميسان. راجع الكرة هذه المرة إلى مصطفى محمد، اللاعب اللي سبق اللعب بأندية الزوراء والطلبة ولفترة قصيرة بالقوى الجوية. راجع الكرة سواليو أوتارا إلى الكسندر يولي، يحاول يلعب الكرة الإيفواري، لكن القطع من أحمد خالد لاعب النفط. بالمناسبة أحمد خالد عنده هدف على نادي القرمة. المباراة اللي انتهت طبعا ب 2-0 لنادي النفط. الانطلاق الآن راجع الكرة كانت من سامسون دير بالوسط. محمد سادات يلعب الكرة مع الساميين، تلعب إلى اليمين المحاولة، لكن القطع هذه المرة من محمد سعيد الظهير الأيسر الواضح بالصورة. موسم أول قادم من نادي دهوك. تلعب الكرة قريب على الخط الجانبي تماس. أبعد الكرة ساميهن الواضح بالصورة البوركيني القادم من نادي كربلاء. تماس الآن محمد سعيد لنفط ميسان، تقطع الكرة. كرار سالم في صراع على الكرة. هذا اللاعب الكاميروني رامسيس جابرييل طبعا عنده هدف على نادي القرمة. لاعب النفط كرار يلعب الكرة موسم أول قادم من الحدود. تقطع الكرة من سواليو أوتارا، تلعب جعفر ناصر هذه المرة راجعة إلى الكسندر يولي، من هناك إلى مصطفى محمد. نفط ميسان والبداية الجيدة، أفضل بداية لنفط ميسان بتاريخ مشاركته بالدوري الممتاز. الموسم الأول كان 2009-2010، الفريق المتأسس في 2003، لكن أكيد النفط الفريق كما يسمى الفريق الأم أقدم. نفط تأسس عام 79، 85 86 كان أول
مشاركة بالدوري. راجع الكرة، جيويل شوفو يلعب الكرة إلى سامسون دير. النيجيري أمامية، حاول الآن تصل لي حيدر حسين لاعب الطلبة السابق، يلعب الكرة، تغطية حاضرة من الكسندريولي، ابعاد هذه المرة والى ركلة مرمى. هذا حيدر حسين لاعب السابق للطلبة، لكن تصل الكرة الى الحارس حسين نجم. افضل بداية لنفط ميسان بتاريخ مشاركاته، انتصارين نفط ميسان، فاز طبعا بال2-1 على نادي القاسم، 1-0 في الديربي النفطي على نفط البصرة، 6 نقاط. إذا ما حقق الانتصار سيتصدر مؤقتا، لأن الصدارة الآن أربيل والزوراء والشرطة ب7 نقاط. سواليو أوتارا أمامية، سامسون دير قريب، عيد الكرة لعلي ياسين بالوسط، التماس الآن حكم أحمد قاسم هو من يدير هذا اللقاء. هذا أكرم رحيم أقدم لاعبي الفريق، إبعاد من الكاميروني جيويل. أمامية الكرة، المحاولة وإلى تماس لنفط ميسان. بداية اللقاء هذا كرار سالم، قطع الكرة، محمد سعيد لنفط ميسان، أحمد قاسم ربما غرفة الفار والحديث معه. ديربي نفطي في موسم 2010، أول لقاء جمع الفريقين في العمارة، وفاز النفط يومها بهدفين لهدف على عبد الستار وأحمد كاظم، بينما رسول شاسب هو من سجل لفريق نفط ميسان. آخر لقاء الموسم الماضي في بغداد انتهى لنفط ميسان بهدفين للسوري علاء الدين الدالي. جماهير نفط ميسان يعني جماهير قليلة، دعوة للعمارة وجماهير نفط ميسان الممثل الوحيد للعمارة، الحضور الجماهيري مطلوب. التدخل بهذه اللقطة، هل هناك قرار؟ جعفر ناصر لا وجود لشيء، تماس لنفط ميسان، نفط ميسان التماس الآن داخل منطقة الجزاء، المحاولة، ابعاد الكرة، مصطفى محمد نفط ميسان أمامية، المحاولة قريبة جدا وقطع للكرة وإلى ركلة مرمى. كان صراع ما بين عثمان سنة، علي عبد الجبار مدرب السابق طبعا اللي أشرف على تدريب نادي القاسم، نجم فريق القوى الجوية، طبعا معاه مخلد علي وخالد عطية وضياء سالم، بينما عاد النعمة معاه محمد جاسم وإبراهيم عبد نادر وحسين كامل وفارس جهاد للياقة البدنية. بالنسبة لفريق النفط أحمد صبري قريب من هناك، أحمد للنفط تمريرة، سامي هين، محمد سادات يلعب الكرة إلى كرار، النفط في ساحة لعب فريق نفط ميسان إلى التماس، هذا سامي هين البوركيني
كرار سالم يلعب الكرة كرار إلى سامي هند. النفط يحاول ابعاد لي الكرة إلى التماس. كرار قطع للكرة، انطلاقة جعفر ناصر حاول، 3 لاعبين قريبين، قطع الكرة من كرار بشكل جيد إلى سامسون دير، راجعة لعلي ياسين رقمه 31 وعمره 31 بالنسبة لعلي ياسين، لاعبة للزوراء وللطلبة وللنجف. صبري، أحمد صبري طبعا عنده هدف على النجف في مباراة 1-1 تعادل ما بين النجف والنفط في بداية المشوار بالنسبة لي الدوري. هناك لي أحمد خالد. النفط أمامية الكرة، انطلاقة لاعب ماثيو، هذا كرار التماس الآن. بينما هنا محمد سعيد، هذا ديمي داوودة لاعب للطلبة وللكهرباء ولنادي القاسم، تسديدة لكن سهلة تصل لعلي ياسين. جويل شوفوا الكاميروني لي كرار، أمامية الكرة، صراع بالوسط، محمد سعيد يبعد الكرة، أوكيكي عنده هدف، يعني أوكيكي أو فولابي عنده هدف على نفط البصرة في الديربي النفطي لنفط ميسان. أوكيكي الموسم الماضي كان مع النفط وسجل 14 هدف، انتقل من نادي نفطي إلى نادي نفطي آخر. جعفر ناصر حاول يلعب الكرة، صراع أكرم رحيم، ستار تلعب، سادات محمد أمامية للنفط قريبة جدا، طالت الكرة إلى ركلة مرمى. هذا اللاعب سواليو ليفواري صاحب ال 28 سنة. بينما هنا حيدر حسين مهاجم النفط، كرة إلى الأمام، نفط ميسان، التماس الآن، أحمد خالد يلعب الكرة لأحمد صبري، تمريرة إلى اليسار، محاولة أحمد صبري داخل منطقة الجزاء للنفط ولكن الإبعاد من سواليو أوتارا. راجع الكرة أحمد خالد، ستار يلعب الكرة، راجعة مرة أخرى إلى علي ياسين. نفط ستار ياسين طبعا جاء من نادي نوروز، لاعب الطلبة السابق. صراع والخطأ لأكرم رحيم أقدم لاعبي الفريق بالنسبة للنفط. 4 أندية طبعا الأكثر انتصارا كان في الصورة طبعا محمد جاسم وإبراهيم عبد نادر الكادر التدريبي، وأيضا كان بالصورة مدير الفريق الدكتور مشتاق كاظم سلطان.
ومشتاق يعني أكثر من 20 سنة مع الفريق كلاعب في نادي النفط. أكيد والده معروف، الشخصية الإدارية الكبيرة أبو شوقي. تقول أبو شوقي تقول النفط، تقول النفط تذكر أبو شوقي. رجل يقدم الكثير طبعا لكرة النفط. لاعب رامسيس كان الكاميروني بهذه اللقطة لا وجود لي شيء، كان قريب عليه اللاعب ماثيو، اللاعب القادم من الميناء ماثيو أولوتونجي. اللاعب النيجيري انطلاقة الآن خطيرة لنفط ميسان، تلعب وإلى الركن. محاولة كانت خطيرة، كان عثمان سنيه لعب للدهوك، لاعب السابق. لاحظ عثمان سنيه بمحاولة عثمان ساني، هذا على عبد الجبار. بداية طيبة، 6 نقاط بالعلامة الكاملة. الموسم الماضي نفط ميسان مركز عاشر ب 47 نقطة، النفط الموسم الماضي 11 ب 46 نقطة. لكن الموسم الماضي كان الشبول هيثم الشبول الأردني مدربا لنفط ميسان، بينما النفط كان بالمركز 11 ب 46 نقطة بقيادة باسم قاسم. هذا عادل نعم أشرف على تدريب الحدود ونفط ميسان والقاسم. سلامة لسامسون دير النيجيري مدافع النفط. الركنية عثمان ساني بعد للكرة وماثيو، لكن تصل لي علي ياسين حارس مرمى النفط. ثلاث أندية لم تحصل على أي نقطة لغاية الآن، دهوك والحدود وديالة، بينما 5 أندية والتعادل لمرتين يعني خلال جولتي. احنا الآن بالجولة الثالثة، نتحدث عن زاخو وكربلاء نجف ونوروز والكهرباء. الانطلاق الآن من الكاميروني رامسيس، ده هدف على القرن في مباراة 2-0 تلعب. الانطلاق الآن والخطأ هذه المرة أوكيكي أفولابي لاعب النيجيري لاعب النفط السابق. ده هدف على نفط البصر، الصراع الأفريقي نيجيري خالص، نيجيري مع نيجيري. سامسون دير مدافع النفط مع أوكيكي أوفولابي. أمامية الكرة من سواليو أوتارا خطيرة أوكيكي، لكن تصل لعلي ياسين. عصبي جدا هذا والد الحارس، حارس الصناعة طبعا في السبعينيات والثمانينات، الولد على سر أبيه الحارس ياسين ياس. تماس الآن أحمد خالد بالوسط، صبري عيدها إلى الكاميروني جول شوفو، تصل لعلي ياسين.
نفط سادس الترتيب ب4 نقاط. نفط ميسان رابع الترتيب ب6 نقاط. حاول الآن والخطأ على أوكيكي أوفولابي في صراع نيجيري خالص يعني مع سامسون دير. لاحظ صراع نيجيري ينتهي لسامسون دير. اعتقد سامسون دير الموسم الماضي 5 أهداف مع النفط. حرة مباشرة. نفط ميسان جماهيره فريق اللي تأسس عام 2003 2010 كان أول موسم، 2011 هبط، 2013 عاد. أفضل مركز بتاريخ تابع من جماهير نفط ميسان للمباراة، لكن نتمنى الحضور يعني يكون أكثر على اعتبار فريق جيد. انتصارين 6 نقاط يمثل الإعمارة. المتابعة والحضور. أفضل مركز بتاريخ نفط ميسان كان الخامس موسم 2018 طبعا بعد الشرطة والقوى الجوية والزوراء والنفط بقيادة الراحل أحمد دحم رحمة الله. كرة اللعب محمد سادات الغاني عيدها إلى علي ياسين. انتصاف شوط المباراة الأول دقيقة 22 تعادل سلبي في الديربي النفطي بين نفط ميسان والنفط لحساب الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق موسم 24-25. جويل أمامية حاول حيدر بعد الكرة من ماثيو بالوسط. سامسون دير عيد الكرة لعلي ياسين أمامية. القطع هذه المرة من الكسندريولي بالوسط. ساميهين قريبة جدا والخطأ هنا خطأ لماثيو النيجيري لاعب الميناء السابق. اليوم كل التدخلات افريقيه يعني كان التدخل مع الساميهين البوركيني افارقه بكثره يعني في هذا اللقاء، بينما هنا جعفر ناصر. لقطة جميلة لمدينة العمارة وملعبها الجميل. علي ياسين أمامية الكرة، حاول محمد سعيد إلى التماس للنفط. كرة اللعب حاول الآن رمسيس إلى ستار عالية خطيرة، لكن الإبعاد من سواليو أوتارا. راجع لي أحمد خالد، التماس الآن للنفط. أول 5 مباريات بتاريخ لقاءات الفريقين كانت هناك 3 انتصارات للنفط وتعادلين، بينما آخر 5 مباريات بنفس المفارقة يا علي عبد الجبار. يعني أول 5 مباريات 3 للنفط تعادلين، آخر 5 مباريات 3 لنفط ميسان وتعادلين.
انطلاقه الان من عثمان ساني، قطع من الحارس علي ياسين. تماس، هذا مصطفى محمد جبر. مصطفى يلعب الكرة، تماس الآن لنفط ميسان. مصطفى يلعب الكرة، أوكيكي، لكن القطع من أحمد صبري. ماتيو، نفط ميسان، التمرير، ارتداد الآن للغاني. محمد سادات، حكم يشير باستمرارية، ربما هناك خطأ. هذا الغاني. محمد سادات لاعب النفط. الأخطاء 3 على نفط ميسان، 2 على النفط. علي ياسين يلعب الكرة، خطأ على مصطفى. حرة مباشرة لفريق نادي النفط. أحمد صبري، شوف احتكاك والإعاقة مع مصطفى. أحمد خالد للنفط، تلعب سامسون دير، عالية ومحاولة، بس هي كانت من ستار، طالت الكرة وتصل للحارس حسين نجم. في 2010 2-1 للنفط على عبد الستار. أحمد كاظم رسول شاسي. بنفس العام 2-1 للنفط، أحمد كاظم 2 وعقيل عجيب. وفي 2014 1-0 للنفط كان لمصطفى جودة. بعد ذلك في 2014 كان حالة تعادلين 2-2 و1-1. مباراة 2-2 كان علي رحيم وياسر عبد المحسن للنفط، بينما علي السعدي لنفط ميسان. وفي مباراة 1-1 نايف فلاح لنفط ميسان ومصطفى جودة للنفط. ستار ياسين يعيد الكرة، سامسون دير، راجع علي ياسين. النفط أمامية، قطع من الكسندريولي، تعود للنفط. مباراة فيها طبعا حرص كبير، حذر كبير. ما شاهدنا محاولات خطرة لغاية الآن على مرمى الفريقين. كرار يعيدها بالوسط. محمد سادات قاطع الكرة من ماثيو، انطلاقة عثمان ساني. عثمان خطيرة، لكن تصل لعلي ياسين. كرة اللعب من هناك، انطلاقة من ستار ياسين مع أحمد صبري. النفط أحمد بساحة لعب فريق نفط ميسان، التمريرة قطع من السوالي أوتارا بالوسط. محمد سادات من هناك لأحمد خالد، تلعب بعيدة الكرة. هذه اللقطة الماضية محاولة كانت للنفط جيدة، الرأسية كانت من حيدر حسين لكن إلى خارج سندريولي بالوسط. سامي هين من هناك، جويل شوف أمامية من علي ياسين. رامسيس يحاول، كرار يلعب الكرة إلى سامي هين، تمريرة جيدة طالت بعض الشيء. مصطفى يلعب الكرة مع عثمان سنة. مصطفى محمد قريب،
عيد الكرة مع الكسندر يولي بالوسط إلى أكرم رحيم. أكرم التمريرة، أوتارا إلى محمد سعيد، قطع من حيدر حسين. الآن الهجوم الآن رامسيس، لكن كرة بعيدة. رامسيس الكاميروني، رامسيس جابرييل. 30 دقيقة، نصف ساعة، يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان. حبايب، تعادل سلبي في الديربي النفطي بين نفط ميسان والنفط. النيجيري سامسون دير كان بها الصورة. في 2021 كان التعادل بهدف. أحمد سعيد لنفط ميسان، وليد كريم للنفط. 22 الفوز مرتين لنفط ميسان، 1-0 سجاد جبار، 2-1 كان علي كريم هدفين وأحمد عبد الرزاق للنفط. الموسم الماضي كان التعادل السلبي في اللقاء الأول، وفي اللقاء الثاني 2-0 لنفط ميسان عن طريق علاء الدين الدار. إذن أول 5 لقاءات بتاريخ لقاءات الفريقين كانت 3 انتصارات للنفط والتعادل مرتين. آخر 5 لقاءات 3 انتصارات لنفط ميسان والتعادل حضر مرتين. لكن بمجمل لقاءات الفريقين النفط يتفوق على نفط ميسان، يعني 7 انتصارات للنفط، 5 لنفط ميسان، والتعادل حضر في 6 لقاءات. يا عادل نعمة مدرب نادي النفط. اللقطة الماضية والتسلل، ركلة حرة غير مباشرة لفريق نفط ميسان تلعب. قطع من كرار سالم إلى التماس محمد سعيد. عيد الكرة لماثيو سواليو أوتارا اللاعب الإيفواري، من هناك إلى إيفواري آخر الكسندر يولي. ذهب إعارة للحدود وعاد الآن. قطع للكرة من اللاعب رامسيس، تصل للكسندر يولي، من هناك لمصطفى محمد، طبعا شقيقة منتظرة محمد. أكرم رحيم عيد الكرة، الكسندر يولي، محمد سعيد يلعب الكرة، سامسون دير، سادات محمد إلى سامي هند. النفط التمريرة لستار ياسين، من هناك لأحمد خالد، تلعب لستار في ساحة لعب فريق نفط ميسان، تلعب لأحمد خالد يحاول يلعب الكرة مع محمد سادات. من هناك المحاولة الآن لكن بعيدة، يا بالتركيز باللقطة الماضية. هذا محمد سعيد، صورة رائعة للعمارة. المدينة الرائعة، مدينة الكرم طيب. حرة مباشرة وخطأ لجعفر ناصر، خطأ هذه المرة على كرار سالم. اللقطة الماضية مصطفى محمد يلعب الكرة، مصطفى قريبة جدا، داوودة قريب، ديمي داوودة، لكن القطع من النفط، تغطية سعيد إلى ديمي داوودة، مصطفى محمد من هناك، عثمان سانيه
أقرب للنفط، قطع لنفط ميسان، تغطية ممتازة من جول شوفو. علي عبد الجبار بداية أكثر من رائعة، انتصاره لغاية الآن بالعلامة الكاملة داخل منطقة الجزاء، بعد من دفاعات النفط. راجع الكرة لمحمد سعيد، نفط ميسان عالية، ماثيو قريب، أحمد صبري، عيد الكرة إلى مصطفى، عملية تمرير، محاولة خطيرة لكن الإنقاذ من الحارس علي ياسين بفدائية. علي ياسين من أمام ديمي داوودة. مصطفى محمد، عالية، نفط ميسان، محاولة، الخطأ هذه المرة على نفط ميسان وعلى اللاعب مصطفى، مصلحة اللاعب الواضح بالصورة أحمد صبري. بعد التوقف الدولي طبعا اليوم آخر مباريات الجولة الثالثة من بكرة التوقف الدولي، والتوفيق لأسود الرافدين منتخبنا الوطني العراقي تصفيات كأس العالم 2026 ولقاء فلسطين وكوريا الجنوبية. بعد التوقف النفط سيلاقي نفط البصرة في ديربي آخر، بينما نفط ميسان عليه المغادرة لملاقاة نادي بغدادي هو الكرم. عثمان ثانية بالصورة، عادل نعمة مدرب النفط، كرة اللعب، بداية جيدة أيضا التعادل مع النجف في النجف، وفوز على القرمة في الرمادي الفريق الوافد الجديد لدوري نجوم العراق. أعتقد مسألة الملعب للنفط، الملعب المفترض لم تحل لغاية حيدر حسين في محاولة إبعاد للكرة وطلب ملعب المدينة، لكن الأمور قد تذهب إلى ملعب الكوت. فوضات لا زالت جارية، الملعب المفترض لنادي النفط الرومي. صراع أفريقي آخر نيجيري من بداية اللقاء، يعني سامسون دير مدافع النفطي النيجيري مع أوكيكي أوفولابي مدافع نفط ميسان، يعرفوه جيدا النفط، يعني مثل النفط في الموسم. بالنسبة لي أوكيكي كرة مباشرة وخطأ، خطأ الآن لاحظ اللقطة الماضية لاعب ماثيو وكان عثمان سانيه. جماهير الأعمار، جماهير نفط ميسان، فرسان المملكة مع العميد علي عبد الجبار، 6 نقاط، علامة كاملة لغاية الآن. تلعب محاولة لإبعاد من سامسون دير، مرة أخرى للنفط، رامسيس كاميروني، وتصل إلى حسين نجم. محمد سعيد
سلامة لأحمد خالد لاعب فريق النفط. الدقيقة 40. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، حبايب تعادل سلبي في الديربي النفطي بين نفط ميسان والنفط لحساب الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق موسم 24/25. ملعب ميسان ومدينة ميسان العمارة. علي عبد الجبار نجم القوى الجوية السابق، وصاحب أسرع هدف في الكلاسيكو ما بين الزوراء والقوى الجوية، أعتقد كان 30 إلى 33 ثانية. مدرب نادي شبه تدريب القاسم، تجربة كانت أيضا مع الصناعات الكهربائية في الدوري الممتاز. طبعا معاه مخلد علي وخالد عطية. خالد عطية مدرب للحراس. كرة اللعب تعاد هذه المرة بالوسط، محمد سادات، رامسيس كاميروني للنفط، راجع لكرر سامي هند، النفط محاولة إلى رامسيس، مساحة لعب فريق نفط ميسان. كرة اللعب سامي هند قريب، كرة مباشرة وخطأ للنفط. هذا اللاعب ماتيو. الصراعات الافريقيه كثيره بهذا. اماميه الحارس حسين نجم الى علي ياسين. علي ياسين، كرة أمامية، الكسندر يولي يبعد الكرة، النفط يحاول، أحمد صبري من هناك إلى ستار ياسين ينتظر، أحمد خالد غير راية يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء وتصل إلى حسين نجم. شوط أول ما استمتعنا به، شوط أول لا وجود للمحاولات للفريقين، شوط أول مغلق تماما، شوط أول الحذر والتحفظ الكبير للفريق. أتمنى الشوط الثاني تكون الإثارة، تكون الندية، تكون الأهداف حاضرة، ما يهمنا، هو ديربي نفطي سواء للنفط أو لنفط ميسا. التماس الآن محمد سعيد لجعفر ناصر، جعفر لنفط ميسان، التمريرة ماثيو قطع للكرة من ستار ياسين، النفط من هناك لأحمد صبري أحمد لأحمد خالد، هجوم الآن للنفط،
أحمد خالد، قطع بن عثمان، طلاق الآن، كان ديمي داود، علي عثمان سانيه، عثمان قريب. اللقطة الماضية وخطأ لمحمد سادات. لاحظ. عثمان سانيه، واللقطة الماضية والخطأ. نلعب في الوقت بدل الضائع. ابعاد جيد من جويل شوفو. صبري، احمد للنفط، احمد صبري ينتظر حيدر حسين 3 دقائق كوقت بدل ضائع. شوط المباراة الأول تعادل سلبي في شوط سلبي جدا، غابت فيه المحاولات على المرمى. كرة اللعب، محاولة تقطع الآن. ماثيو، مرور ممتاز جيد، كان سواليو أوتارا، والخطأ خطأ على الغاني محمد سادات. الكسندر يولي يلعب الكرة، ابعاد هذه المرة. سامين، طلاقة من أحمد صبري. أحمد التمرير، لكن القراءة الجيدة من الكسندر يولي. ابعاد للكرة، النفط، هذا أحمد صبري. تدخل في اللقطة الماضية. كرة اللعب تصل لأحمد، عثمان قريب، التماس لنفط ميسان، مصطفى إلى الكسندر يولي. سواليو تارا، محمد سعيد، أمامية، محاولة لكن سهلة جدا لعلي ياسين. علي ياسين، محاولة بالوسط، محمد سعيد، سامي هند، وصافرة الحكم أحمد قاسم تنهي شوط المباراة الأول. حبايب، تعادل سلبي في الديربي النفطي بين نفط ميسان والنفط. ألتقيكم بعد فترة الاستراحة، إلى اللقاء. مع حسين علي، حاول يمر. حسين، عالية خطيرة، جول! ميمي 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 للقيثارة بالدقيقة 13 من عمر المباراة. الله! الشرطة وميمي في شباك البرتقال، في شباك ديالا. مهند علي بهدف أول بشباك ديال. الشرطة أفضل، أخطر، يستحق الهدف، لكن شوف الله، شوف حسين علي، مرور ممتاز، رأسية على يسار علي جاسم. هدف جميل للقيثارة، للشرطة، ويفتتح التسجيل. تكلم صادق حنون، كهرباء ودياله،
يحيى عالية داخل منطقة الجزاء. الله الله الله، ميمي 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 للقيثارة، ميمي للشرطة، ثاني بمرمى ديالا، ميمي للشرطة، ميمي للشرطة، يعود ميمي والعبد أحمد. مهند علي بثقة وبرهاوة وبفكر وبتأني، ميمي والهدف الثاني. لاحظ يحيى تلعب، المواس حضرها، شوف ميمي، شوف، الله الله الله، ثاني للشرطة، ثاني للقيثارة عن طريق مهند علي. مهند علي بهدف ثاني. المامورية صارت صعبة على دياب بالكرة، اعطى الادفانتج حلوة لأحمد يحيى، أحمد يمر والشرطة، الله، ثالث لميمي، ثالث للقيثارة، هاتريك لميمي، أول لاعب في دورينا يسجل هاتريك. اي نعم، ثلاثة هاتريك لمهند علي ميمي. لكن شوف العمل الجميل من أحمد يحيى، ميمي 10/10 في الشوط الأول، هاتريك لميمي، هاتريك لميمي. صادق حنون صعب هنا، قال نحن نقابل منتخب وطن. لكن شوف يحيى، الله 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 على الجملة التكتيكية الجميلة والرأسية، صعبة على علي جاسم. اي والله صعبة على علي جاسم. 3 للقيثارة، لا شيء دياله، رأسية جميلة مع حسين علي، شرطة، قيثارة، رابع للعقيد، العقيد بهدف جديد للقيثارة للشرطة، محمود المواس. صارت 4-0 للقيثارة، لبطل الدوري للموسم الماضي، لبطل الدوري ل3 مرات متتالية، محمود المواس بهدف الرابع طبعا للشرطة، وبهدف الشخصي الأول في هذا الموسم. حسين علي سجل، لوكاس سجل في مباراة القرمة. الآن الهاتريك لميمي، والرابع الجميل للعقيد محمود المواس برابع الأهداف. فرح الناس وفرح جماهير الشرطة العقيد محمود المواس. موسم رابع للمواس. وكرة لأحمد، لوكاس قريب، غير راية، داود مواس، 5 يضرب بال5 المواس العقيد السوري للقيثارة بال5. اي نعم بال5 للشرطة على حساب ديال. لكن اكبر فوز للشرطة كان بال6، لكن 6-2 5-0 يعني في الحسابات كبيرة. لكن شوف عودة موفقة لفرحان بالمرة الأولى، والمتابعة والتمريرة السحرية. هاك روح دولة، حضر بالصدر العقيد بهدف جديد للقيثارة. 5-0 كبيرة وصعبة على ديال. القيثارة بال5 وبالصدارة مؤقتا. واحد من الأهداف قالت المرور بكرة صعبة، مر يحيى
وداود، محمد داود بالستة 6-6 نظر محمد داود. 6-0 لغاية الآن بأكبر نتيجة بلقاءات الفريقين على دياب. القيثارة البطل بسداسية. داود بالهدف السادس لمحمد داود، الهدف الأول في هذا الموسم. بداية قوية ب6-0. توفيق طبعا للشرطة مع الهلال، حط بقوة باليسار وفي مرمى ديالا، قاسية جدا. 6-0 طبعا في موسم ملغى 2002-2003 اعتقد 7-1. لكن الموسم بالنسبة لنادي القرمة 1-2 جميل هناك من جهة اليسار، وتمرير الستار ياسين داخل والكرة العرضية. جول 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 عن طريق اللاعب جابرييل رامسيز، يسجل أول أهداف اللقاء. لا يا سيد المخرج، أعد لنا الهجمة منذ البداية. شاهد التمريرة تقريبا على خط واحد، لكن أيضا هناك عودة للفار وعرضية ستار ياسين إلى رامسيز الذي يلعب الكرة بالزاوية الصعبة لمحمد حميد ليعلن عن أول أهداف اللقاء لمصلحة نادي النفط، لمصلحة القمصان الخضر. القرمة وجماهيرها لم تتوقع هذا السيناريو. 4-2 لعب الستار ياسين إلى أحمد خالد. أحمد خالد صوب. جول 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 جول. أي هجمة مرتدة، أي هجمة معاكسة، أي فوست بروك لنادي النفط. هجمة تدرس من الهجمات المرتدة، الهجمات المعاكسة. أحمد خالد يتوج مجهوده بهدف ثاني بعد هجوم مرتد جميل جدا من نادي النفط بعدما كانت ركنية لمصلحة نادي القرمة. هجوم مرتد سريع جدا، في الأخير أحمد خالد صوب بيسراه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65. أحمد خالد مدافع اليسار، شوط حيدر ستار ياسين، ستار ياسين يخدم الجميع بعدما صنع الهدف الأول، الآن يصنع الهدف الثاني. 2 أسيست لمصلحة ستار ياسين و2 جولز لمصلحة النفط. النفط الآن يتقدم بثنائية في مرمى القرمة. القرماوي يعاني، عيش الصقور بانتظار وصولهم الأسبوع القادم والكرة إلى خارج الملعب، ونشوف قرار الحكم. هل منح ركلة جزاء ثانية؟ قدم إبراهيم، قدم ويسجل الهدف الأول. جول بالدقيقة 13 لمصلحة نادي الزوراء. إبراهيم غازي يسجل أول أهداف في المباراة وأول أهداف هذا الموسم، وهدف التقدم من ركلة جزاء يسجل منها إبراهيم غازي هدف التقدم الأول للزوراء. 1 للزوراء لا شيء الكرخ من ركلة جزاء ثانية منحها الحكم، وأكثر من تقريبا 5 بطاقات صفراء أشهرها الحكم في أقل من دقيقتين نتيجة الاعتراضات المتتالية من لاعبي نادي الكرخ. حكم صاحب قناعة أنه الخطأ وارد. كرة عادت إلى حمزة يلعبها خطرة، جول. وقاع يسجل هدف التعادل بالدقيقة 23 من عمر المباراة. جملة تكتيكية جميلة وكرة على طبق من ذهب من حمزة عدنان، يستقبلها برأسية جميلة وقاع رمضان ويدرك التعادل لمصلحة نادي الكرخ. 1-1 كرة جميلة ووقاع رمضان يحيي الجماهير.
وكرة جميلة حلوة رائعة من حمزة عدنان، شوفها على طبق من ذهب بالمليمتر وبرأسية جميلة يضعها داخل الشباك ويحرز أول الأهداف لفريق نادي الكرخ في لقاء اليوم، والتعادل بهدف واحد لكلا الفريقين. تقدم الكرخ بعد أن تقدم الزوراء بعد أن أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 3 حسن عبد الكريم عن طريق إبراهيم غازي من ركلة جزاء بالدقيقة 13، ويعادل وقاع رمضان بالدقيقة 23 من عمر المباراة. 1-1 هي نتيجة الذهاب الموسم الماضي. يحول تحويله، كرة خطيرة، إبراهيم غازي، جول 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 جول، رأسية من إبراهيم غازي، ورابع لاعب يسجل هدفين هذا الموسم. إبراهيم غازي يسجل الهدف الثاني بالدقيقة القاتلة بالدقيقة 90 من عمر المباراة بكرة ملعوبة من أسيست رائع من حسن عبد الكريم، وإبراهيم غازي برأسية جميلة يسجل هدف الشخص الثاني وثالث ورابع لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة بعد شركو كريم وبعد مهند علي وبعد محمود المواس. إبراهيم غازي يسجل هدفين في مباراة واحدة، وبالدقيقة 90 يتقدم الزوراء على الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد. نلعب بالدقيقة 90 ويبقى التقدم للزوراء 2-1. كرة رأسية جميلة من بين المدافعين بوقت قاتل، شوفوا الارتقاء وارتطمت بكريس، احنا عندنا هدف واحد بالنيران صديقه. واجه زملائه الموسم الماضي عملية الهجوم. الآن نوروز يحاول على مرمى فريق زاخو في هذه المباراة، أبناء الخابور ونوروز في صراع كبير من أجل 3 نقاط. من سيحقق الانتصار في هذا اللقاء؟ سيفان ممكن الآن، سيفان وهدف أول، جول أحمد محمود يسجل لنوروز، أحمد محمود يسجل لنوروز. كانت البداية من سيفان عمر والحارس يتألق علي كاظم، لكن سيفان عمر يكملها في المرمى ليعلن فريق نوروز افتتاح التسجيل في هذه المباراة. إذا نوروز يفاجئ زاخو بهدف أول، وأحمد محمود يسجل الآن لمصلحة نوروز ويجعل الفرحة في دكة بدلاء نوروز. وللمدرب جورفان فييرا صاحب 71 سنة، المدرب الخبير اللي يحضر من جديد إلى العراق لكن عبر الأندية العراقية وبالتحديد عن طريق فريق نادي نوروز من خلال هذا الموسم. لذلك فريق نوروز في أول محاولة على مرمى زاخو يسجل أول أهداف المباراة. لاحظ سيفان عمر الحارس يتألق في مرة أولى، لكن الثانية من أحمد محمود يسكنها في الشباك ليعلن فريق نادي نوروز أول أهداف المباراة في هذا اللقاء في هذا الديربي. الآن بدأت المتعة، بدأت الإثارة، بدأت اللحظات اللي ينتظرها الجمهور. تردد في الخروج وكاد أن يتسبب بهدف، وهذه المرة أيضا يتردد في الخروج ويرتكب خطأ أمام المدافع المتقدم للأمام باتريك مارسيلينو اللي يحاول أن يضعها في المرمى من فوق الحارس عماد عيسى، والخطأ على حارس المرمى عماد عيسى. هنا أمجد عطوان يتقدم للتسجيل، يعدل أمجد عطوان لزاخو هدف تعادل لأبناء الخابور. أمجد عطوان يسجل هدف التعادل ويطلق العنان. أمجد عطوان على مدرجات ملعب زاخو بهدف تعادل في هذه اللحظات. يشتعل الديربي، لكن في اللحظات الأخيرة الديربي الشمالي يشتعل في اللحظات الأخيرة بهدف من ركلة جزاء يسجل عن طريق اللاعب أمجد عطوان. خطي الدفاع للتغطية، لاعب الارتكاز، بينما الكرة جونيور يبعدها من أمام حميد الطائي. كرة طويلة، ضغط من عباس ياس ومضغوط على جونيور في الكرة، جونيور يخطو والمرمى فاضي. الكرة الأولى، الله، الماتادور لولو بالا كورنادو يستغل ويضرب ويسجل الهدف الأول للسفارة. ماذا فعلت يا عبادي؟ كيف تركت مرماك؟ بأي طريق
غادرت المرمى. كورنادو يعطي انذار. السفينة قد أصلحت، السفينة قد عادت لترسي، لذلك عليكم الحذر. الآن السفينة أصلحت والرحلة ابتدأت، وبعد أن ظن الجميع القلعة قد هدمت، هي القلعة تعود، هي كرة الإسباني كورنادو في المرمى. الهدف الأول، الكرة الأولى، حرف الولد اللعيب يسجل كورنادو. قيمة المحترف الحقيقية تظهر في هذه اللقطة، والتسديد من خارج المنطقة في مرمى علي، والكرة في مرمى القوة الجوية. الخطر قد أحدق بالسطور، والعنوان الأبرز بأن القلعة عادت لتظهر مرة أخرى. أيضا قدم جيل شاب، رفض الفريق بالأسماء الشابة في الموسم الماضي وأنقذ الفريق محمد قاسم من صيف. سعد يطلب من حكم المباراة أن يعود إلى غرفة الفيديو، والآن اعتراض ويبدو أن هنالك عودة، وربما الحكم سيعود إلى الفار أو ربما يعطي استمرارية اللعب، والفار يستدعي حكم المباراة زيد ثامر يذهب إلى شاشة الفيديو. بدأت الحالة من الركنية، لعبت إلى محمد قاسم، لعب الكرة ولقطة سريعة بطيها شوي. الآن الحكم ينتظر أخذ القرار، إذن عاد إلى شاشة الفار وكأنه يذهب إلى منطقة الجزاء، وركلة جزاء تأتي الآن أحصل عليها سعد. الآن سعد عبد الأمير في انتظار تنفيذ ركلة الجزاء، في انتظار إعطاء الإذن، في انتظار بداية هدف لموسم ثاني مثالي لسعد عبد الأمير مع القوة الجوية. عبد سليم وسعد عبد الأمير، سعد يتقدم الآن، سعد وعبد وسعد، الله! لاعب الخبرة يظهر في التوقيت المطلوب، يظهر في الوقت المناسب، ويعيد القوة الجوية إلى التعادل، يعيد الصقور إلى التحدي، والجميع يهتف فليحيا سعد، فليحيا سعد. وهنا شجار كبير وبطاقة على نصيف. بدأت الأصوات تتعالى، هذا المطلوب من جماهير الصقور، هذا الجمهور المنتظر، جماهير العريق الآن عادت إلى المباراة، الآن عادت إلى الأجواء بعد أن سجل فريق هدف التعادل، هدف لهدف. هنا ركلة الجزاء، هنا الشد من سومر ماجد، هنا خطأ الكابتن، وهذا سعد يضعها في الزاوية 90، يضعها في الزاوية الصعبة على عبد سليم، وبالخبرة سعد يسجل الهدف، يضع الكرة في المرمى، وهدف لكل فريق. الآن فرحة لوسام رزق تسجل بطريقة صامتة. الذي يحدث في أرضية الملعب إن الكرة ترفض السفانة، إن الكرة ترفض الميناء، والسفينة عادت، أصلحت وعادت جارفة، أصلحت وعادت جارفة. فعليكم الحذر، أي أداء وأي فرصة الآن تأتي، الله! على سكة الموت يسير الصقور ولا يبالي، يسير الصقر ولا يبالي. القوة الجوية عاد من الأعماق، عاد من القلب، وتسديدة خرجت من القلب. مصطفى سعدون يرفع راية التحدي، يرفع راية الانتصار. إن تعادلوا سيفوزوا ويتقدمون الآن، يتقدمون الآن. والفرصة التي أتت، الفرصة التي سجلت، والكرة في المرمى. من هنالك رفضت العارضة، ومن هنا قبل المرمى أن تدخل كرة. لاحظ كرة عالية، خطأ من حيدر، وهذا سعدون لف وسدد كرة في المرمى، سددها من القلب، سددها من القلب إلى مرمى مصطفى، إلى مرمى عبد سليم وليس مصطفى. الهدف الثاني. عدد على أربيل في مقدمة المباراة. هلو فاك سامي هند يشير الحكم اللي يدير هذا اللقاء أحمد قاسم، يساعده طبعا حيدر عبد الحسن، محمد اياد، محمد صادق، وعلي احمد شاكر حكم فار.
وضعية الفريقين. نفط ميسان رابع الترتيب بالعلامة الكاملة ب6 نقاط من المباراتين. النفط سادس الترتيب. لقطة لمدينة العمارة ولملعب العمارة. ربما هناك الفار تشيك، ربما لا يكتفي بالاصفر. لاحظ هذه اللقطة مع متى تترك لأحمد قاسم. سامهن حكام الفار استدعوه لهذه اللقطة. سامهن هل ترتقي للبطاقة الصفراء أم هناك كلام آخر؟ أحمد قاسم تدخل طبعا مع ماتيو النيجيري، ماتيو أولاتونجي لاعب الميناء السابق. ننتظر القرار. حكم أحمد قاسم سامهن ربما البطاقة الحمراء. طرد 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 طرد. في بداية الشوط وطرد لسامهن. نفط اعتبر تدخل على القدم، لاحظ باللقطة، وترتقي إلى الحمراء. هكذا يقرر أحمد قاسم. النفط سيلعب ب10 لاعبين طيلة الشوط الثاني. وقع بالمحظور سامهن يطرد. سيلعب ب10 لاعبين. جماهير نفط ميسان، جماهير فرسان المملكة، والبداية الرائعة لهذا الفريق. أفضل بداية بتاريخ نفط ميسان منذ 2010. سامهن يطرد بالبطاقة الحمراء. انطلاق الآن راح يعاني النفط على مستوى الدفاع، وتكون الفرصة أفضل لنفط ميسان، لكن هذا مو مقياس. يعني كثير من الأندية ب10 لاعبين أدت مباريات، ربما تعادلت، تحقق الانتصار. هذا يترك لأداء اللاعبين في الملعب وروحية الفريق. علي ياسين أمامية، حاول بالوسط، ستار وبعيد. ستار ياسين والتسديدة للنفط. سين نجم يلعب الكرة مع الكسندر يولي إلى مصطفى. نفط ميسان نقل الكرة إلى أكرم رحيم. من هناك سواليو قطع من سامسون دير. محمد سادات حاول الكرة لكن تقطع هذه المرة من ماتيو. محمد سعيد. جعفر يلعب الكرة. ديمي داوود عاد للكرة. أحمد صبري النفط. تسليم خاطئ. عثمان سنة إلى ماتيو. انطلاقة من هناك. جعفر لمحمد سعيد، خطيرة لنفط ميسان عالية، لكن هذه المرة الإبعاد من أحمد خالد. حاول الآن تلعب لي مصطفى محمد.
تمرير من مصطفى إلى عثمان سانيه، راجع الكرة راجعة إلى الحارس حسين نجم. علي ياسين أمامية الكرة، نفط سندر يولي، مصطفى بعيدة إلى تماس، تغييرين، علاء سعد، ديمي داود يترك المباراة لمحمد سلام، وأكرم رحيم يترك المباراة. هذا ديمي داود كرة اللعب، علي كوتي مع محمد سلام، لاعبين اللي تركوا المباراة أكرم رحيم وديمي داود. علي كوتي يشترك ومحمد سلام. اعتقد محمد سلام في فترة من الفترات لعب للنفط، لاعب الكهرباء ونفط البصرة وأمانة بغداد. علي كوتي عنده هدف على نادي القاسم في مباراة 2-1 لنفط ميسان. تغيير من هناك، محمد سعيد يحاول بعد الكرة، انطلاقة للنفط، مصطفى إلى محمد سلام، لاعب اللي اشترك منذ دقائق، راجع الكرة والخطأ أو يعطي الادفانتج إلى ماتيو، نفط ميسان، ماتيو كان مع عثمان سانيه، طالت الكرة، هذا عثمان سانيه قادم من دهوك، وهنا أحمد صبري. عشر دقائق مرت من شوط المباراة الثاني، تعادل سلبي ما بين الفريقين مع طرد للاعب النفط سامي. هذا أحمد صبري، عالية الكرة، سواليو تارا من هناك، جعفر ناصر والانطلاق والمحاولة، خرجت الكرة إلى تماس لنادي النفط. نفط طبعا النادي اللي تأسس عام 79 أول ظهور 85 86. أفضل مركز بتاريخ النفط طبعا هو موسم 2016 بعد القوى الجوية، المركز الثاني وبقيادة المدرب حسن. لكن النفط بالباسكت بول بكرة السلة هو بطل الدوري العراقي 6 مواسم متتالية، لكن هذا الموسم وين النفط في دوري المحترفين للسلة؟ غياب لهذا الفريق. المناشدة لوزارة النفط بتوفير الدعم المادي لكرة السلة وعودة الفريق إن شاء الله قريبة تكون فيها على الأقل في الموسم القادم. يعني النفط وكرة السلة هو واجهة الوزارة، فريق بطل، ذلك يحتاج إلى الدعم. ما كان الدعم من الوزارة يكفي فقط لالتزامات فريق كرة القدم. مصطفى أمامية، حاول أوكيكي، حاول
الراية والتسلل. هذا اللاعب الكاميروني تجيو شوفوا هذه اللقطة، التسلل. علي ياسين أمامية الكرة، الكسندر يولي بالوسط، ستار، سادات، محمد لأحمد صبري، النفط تلعب من أحمد خالد، قريبة جدا، طالت الكرة وصلت لحسين نجم. الكسندر يولي لمصطفى، كرة اللعب. كابتن علي بس انا الله يخليك. أمامية الكرة، تقطع الآن، قطع للكرة، علي كوتي حاول ينتظر، كان الكرة من ماثيو لكن غير راية. محمد سلام لاعب الارتكاز، لاعب القادم من نادي الكهرباء، قدم موسم ماضي جيد. للكسندر يولي، انطلاقه الان، عثمان سنة، خطيرة خطيرة خطيرة، الله إلى الركني. جعفر ناصر، يعني انتظرنا الدقيقة 60 لنرى المحاولة الأولى في اللقاء. لاحظ عثمان وكوتي يترك الكرة، و بهذه اللقطة أوكيكي هو من ترك الكرة، جعفر ناصر وركنية، وبالسلامة لكرار سالم. كرة اللعب، عثمان سنة، خطيرة بعيدة، بعيدة الكرة. ربما هناك اللقطة الماضية، خلينا نشوف. طالت الكرة، اعتقد الراية كانت حاضرة. ساعة من اللعب. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، الديربي النفطي وحبايب لغاية الآن، تعادل سلبي بين النفط ميسان والنفط. ركلة حرة غير مباشرة تلعب للنفط. عثمان ساني، تمرير الكرة، محمد سادات، عيد الكرة لعلي ياسين، أمامية إلى جعفر بالوسط، سلام، الكسندر يولي إلى مصطفى، تمرير الآن، الكسندر يولي يلعب الكرة، المحاولة بالوسط، ماثيو من هناك، انطلاقة، محمد سعيد، تمريرة لجعفر ناصر، ضغط من نفط ميسان، الرأسية، قطع من الدفاعات، راجع الكرة إلى محمد سلام في ساحة لعب فريق النفط، ضغط من فريق نفط ميسان، اللي بعد لي الكرة، ستار، حيدر حسين، تمريرة، كاميروني رمسي، راجع الكرة، أحمد صبري، والانطلاقة والتغطية، سواليو أوتارا، كرة اللعب إلى التماس، إلى التماس. هذا علي كوتي،
أحمد خالد للنفط مع أحمد صبري إلى تماس لفريق نفط ميسان. علي عبد الجبار ونفط ميسان حفز لاعبيه، طالب فريقه أمام عاد النعمة ليؤدي لغاية الآن 15 دقيقة جيدة بعد طرد سامهن بالدقيقة 47 من عمر اللقاء. عثمان سنة نفط ميسان بعد للكرة إلى الركنية. الركنية الآن لنفط ميسان. عثمان سنة حاول يلعب الكرة، تلعب عالية والرأسية، ومدافع الإيفواري الكسندر يولي وضاعت الفرصة. لاحظ خطيرة كانت وعلت العارضة بقدر. تعادل سلبي 3 مرات حصل في لقاءات الفريق، يعني في 2018 وفي 2021 وفي الموسم الماضي. هناك تعادل طبعا بال1-1، تعادل بال2-2. كرة اللعب تماس لنادي النفط. هذا اللاعب أنجي جول شوفو الكاميروني عاد النعمة. والنفط إلى ستار ياسين يلعب الكرة لأحمد صبري، محاولة ضغط من مصطفى أحمد، يحاول مرور ممتاز، تمريرة جيدة كانت مع حيدر، تلعب هذه المرة الكاميروني رامسيس. النفط تمرير، محاولة إلى عثمان سانيه. عثمان يحاول انطلاقة الآن من أحمد صبري للنفط، راجع الكرة لستار، نفط لأحمد، حاول بالكرة ماثيو من هناك، كرار طالت على كرار سار. هذا محمد سعيد، التماس لنفط ميسان. كرة اللعب ستار قريب، ستار ياسين إلي أحمد صبري، انطلاقة للنفط، تمريرة لكن القطع من الكسندر يولي. راجع الكرة لفريق النفط، محمد سادات بالوسط، أحمد يلعبها، تسديدة قوية لكن إلى ركلة. أحمد خالد حاول بالكرة الماضية، كرة لمحمد سعيد. محمد سلام اللاعب الارتكاز، اللاعب اللي اشترك بشوط المباراة الثاني. عاد النعمة لم يغير لغاية الآن، بينما علي عبد الجبار دفع بلاعبين 2. وأذكر النفط منذ الدقيقة 47 يلعب ب10 لاعبين بعد طرد سامي هيل. ماثيو الكسندر يولي إلى ماثيو، مرور ممتاز من ماثيو. نفط ميسان من هناك، رامسيس قطع للكرة، محمد سلام تمريرة، أوكيكي حاول قطع للكرة مرة أخرى. النفط التمرير لأحمد صبري على جهة اليسار، أحمد تمريرة ممتازة لكن حيدر حسين بالوسط، كرة لمصطفى. بالمناسبة نفط ميسان
للسيدات للصالات بالصالات هذا الموسم في أول مشاركة حصل على الوصيف طبعا بعد الزورق لأحرز اللقب. عثمان سنة تمرير لمصطفى محمد سانداريولي عالية الكرة بعد من دفاعات النفط. كرة راجعة إلى سواليا أوتارا عالية الكرة خطيرة 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 محمد سعيد كان خروج غير جيد لعلي ياسين لكن الراية والتسلل. حارس المرمى عندما يخرج يحسم موقف وإلا كل غلطة بور وغلطة الشاطر هنا بهدف يعني مو بهدف. حارس المرمى لكن الراية والتسلل أنقذت علي ياسين باللقطة الماضية. علي ياسين للنفط أمامية الكرة انطلاقة من الكاميروني رامسيس محمد سعيد قريب تماس الآن كرة لمحمد سلام محاولة من محمد تلعب بعد الكرة حرة مباشرة وخطأ لأحمد صبري قدم مباريات جيدة أحمد صبري. دقيقة 70 تعادل سلبي في الديربي النفطي لحساب الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق موسم 24-25. هذا الإسكندريولي حرة مباشرة أحمد خالد عنده هدف على القرمة مباراة 2-0 للنفط. لا سهلة جدا على حال مصطفى حاول يلعب الكرة راجعة لإسكندريولي أحمد يعيدها إلى علي ياسين أمامية الكرة صبري قطع الإسكندريولي من هناك محمد سعيد مع محمد سلام محمد يلعبها لمصطفى نفط ميسان عثمان ساني قطع للكرة. اعتقد النفط اذا ما انتهت المباراة بالتعادل يكون مكسب لان تقريبا تحسب 45 دقيقة الشوط كامل بنقص عددي لكن هو امام فريق جيد امام فريق محقق انتصار امام فريق يطمح للصدارة. كرة اللعب عثمان ساني ظهير او شبه يمين مزعج مصطفى قريب مع احمد تمرير الكرة بشكل ممتاز لاحمد صبري من احمد خالد لاحمد صبري النفط تمريرة خاطئة راجعة عثمان سنة حاول باللقطة الماضية ستار ياسين ينتظر الإسناد محمد سادات يخرج الكرة ربما هناك لاعب هذا محمد سادات اللاعب الغاني لاعب آخر ربما علي لطيف
كرة اللعب، تماس الآن. هذا علي كوتي، هدف على نادي القاسم، مباراة 2-1. ربما علي لطيف سيشترك. التماس الآن للنفط، محمد سادات باللقطة الماضية. هذه اللقطة صراع على الكرة، 54 هدف في 26 مباراة. هناك 4 لاعبين ب3 أهداف، مهند علي وأمجد عطوان، محمد داود وشيركو. عثمان سنة يترك المباراة. حسام جاد الله، لاعب تالا يشترك. حيدر حسين ترك المباراة. ورامسس ترك المباراة. يشترك حسام جاد الله بصفوف النفط، وكذلك النيجيري تالا بالانتين. جاد الله مع تالا، حيدر حسين ورامسس تركوا المباراة. عثمان سانية من طرف نفط ميسان، ويشترك علي لطيف. أمامية الكرة، سامسون دير يعيدها لعلي ياسين. تغييرات الاثنين هجومية كانت لعلي عبد الجبار بخط المقدمة. عندك 3 لاعبين نزعة هجوم، يعني أوكيكي وعلي كوتي وعلي لطيف. محمد سادة يلعب الكرة، أحمد خالد لأحمد صبري. النفط تبرير، ستار وخطأ. حرة مباشرة لفريق النفط في ساحة لعب فريق نفط ميسان. لاحظ التدخل والإعاقة. من علي سعد، ما كان علي لطيف، كان على سعد. عالية الكرة غريبة جدا وإلى ركلة مرمى. إذن على سعد هو كان اللاعب البديل. كرة اللعب، سانداريولي، سواليو، أوتارا، تمرير. علي ياسين يحصل الكرة. علي لطيف على دكة البدلاء اللي اشترك على سعد بالرقم 10 عادل نعمة، على ظروف المباراة وعلى حالة الطريق. ولغاية الآن يؤدي مباراة متوازنة، يعني ما تحس اكو نقص عددي لغاية الآن. لكن 13 دقيقة متبقية ستكون صعبة 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 جدا على نادي. مصطفى محمد يلعب الكرة، انطلاقة الآن، ستار ياسين. النفط حاول الانتظار لأحمد خالد صبري،
أحمد صبري محاولة للنفط تمرير كانت مع اللاعب تالا، راجع الكرة أحمد خالد، سامسون دير، تالا النيجيري وتماس. احمد خالد لا تمشي هذا اللاعب تالا، انطلاقة للنفط، تالا خطيرة قريبة لكن طالت الكرة. علي كوتي تمريرة لجعفر، انطلاقة لنفط ميسان، قطع ممتاز. سامسون دير التسليم خاطئ والخطأ، هذه حرة مباشرة لفريق نفط ميسان. غانم محمد سادات، بينما هنا محمد سلام لاعب اللي اشترك بشوط المباراة الثاني. ما انتهت المباراة بالتعادل، نفط ميسان سيبقى رابع طبعا ويصل إلى النقطة السابعة مع أربيل والزوراء والشرطة. لكن في كرة القدم تحدث عن 11 دقيقة عدا الوقت بدل الضائع. ابعاد من الكسندر يولي، تماس للنفط. نفط البصرة سيضيف القوى الجوية في لقاء مهم. في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق موسم 24-25، وبعد ذلك التوقف الدولي والتوفيق لأسود الرافدين. منتخبنا الوطني تصفيات كأس العالم 2026 سنقابل فلسطين في البصرة في 10 من هذا الشهر يوم 15 مباراة في كوريا الجنوبي. أمامية الكرة، أوتارا أوكيكي، إبعاد للكرة، هذا علي كوتي وهذا أوكيكي. هدف على نفط البصرة في الديربي النفطي. مناسب كرة اللعب، حاول تمرير الآن إلى ماتيو، عملية تحضير مصطفى عالية خطيرة، أوكيكي وتلعب جعفر ناصر، محمد سعيد. سلامة 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 اللاعبين بالسلامة. احتكاك ما بين أوكيكي، إصابات الرأس من الإصابات الخطرة في كرة القدم، لكن السلامة نتمنى لهم. هذه الأفارقة بيناتهم يحلون الموضوع يعني 4 لاعبين مع كرار، أعتقد مع كرار 4 من الأفارقة في كل فريق بدأوا المباراة. بعد طرد ساميين عندنا جول شوفو، سامسون دير، ومحمد سادات، وتالا من النفط. لا والله 5. بينما نفط ميسان تتحدث عن أوكيكي، عن ديمي داوود اللي ترك المباراة، ماثيو سواليو أوتارا، الكسندر يولي 8 سنة. صورة رائعة لمدينة الطيب والكرم العمارة. لكن هذا الملعب يعني يبكي على جمهور طالب، يعني جماهير العمارة نفط ميسان ساندوا هذا الفريق
بحضور جيد ممثل طبعا محافظة ميسان كابتن نتائجه ايضا جيده. مدرب شاب. اوه عوده للفار، عوده للفار، عوده للفار. احمد قاسم بالمره الاولى من راح للفار طرد سامي هند. عادل نعمه، الدكتور مشتاق كاظم مدير الفريق واحمد قاسم استدعوا الفار. هذه هي اللقطة. لاحظ كرار مع أوكيكي، أوكيكي أفولابي لاعب النفط السابق. 14 هدف لأوكيكي مع النفط اليوم بفانيلة نفط ميسان. احمد قاسم هل من شيء؟ خلينا نشوف. لاحظ كرار مع اوكيكي. دقيقة 84 تعادل سلبي في الديربي النفطي، لكن لدينا قرار ربما صعب وحاسم. احمد قاسم والفار وننتظر القرار. قاعد يا اخوان. كرار سالم واللقطة مع اوكيكي اوفولابي. احمد قاسم، احمد قاسم والفار والقرار لا وجود لشيء. هاي وقفت وقفت قلوب النفطيين هذه اللقطة. كرار سالم اللقطة الماضية. لاحظ كرار باللقطة الماضية. هذا ابو شوقي الله يسعد قلبه، يا رب يعطيه الصحة والعافية. ما عاد يسافر مع الفريق لأن العمر لكن يتابع الفريق من بغداد. عراب الكرة النفطية السيد كاظم صالح. تستأنف المباراة، تلعب 4 دقائق على النهاية، هذا الوقت بدل الضائع. كرة أمامية بعد للكرة من دفاعات النفط. تغييرين لعلي عبد الجبار. صبري أمامية تصل لحسين نجم. يلا كابتن. كان مرتاح جدا حسين نجم بالشوط الثاني حارس مرمى نفط ميسان. انطلاق الآن من هناك جعفر ناصر نفط ميسان. سعيد حاول لكن قطع من كرار وربما خطأ. تغييرين الآن، هذا علي لطيف وهذا مهند حبيب. مصطفى يترك المباراة وجعفر ناصر. داخل منطقة الجزاء محاولة خطيرة، ابعاد لي الكرة،
الدقائق الأخيرة تعادل سلبي على سعد. تمريرة أقرب لسامسون دير، عيد الكرة والراية والتسلل. دقيقتين متبقية على نهاية اللقاء، تعادل سلبي. وأذكر دقيقة 47 بداية الشوط الثاني، طرد للنفط لسامهم. نفط يقبل الشوط الثاني ب10 لاعبين أمام نفط ميسان. دقيقتين متبقية وسنلعب في الوقت بدل الضائع. ديربي النفطي، تعادل سلبي لغاية الآن. ابعاد للكرة من الكسندر يولي، من هناك هذا علي لطيف لاعب الصناعات الكهربائية السابق، اعتقد كان علي عبد الجبار مدرب في تلك الفترة. اللعب الآن أمامية، محاولة لستار ياسين، أمامية من كرة اللعب. تالا راجع الكرة، سواليو أوتارا تمريرة علي لطيف. عنده هدف على نادي القاسم، مباراة 2-1 لنفط ميسان. حرة مباشرة وخطأ لسامسون دير. دافع النفط النيجيري والله زعلان زعلان على الافريقي الاخر اوكيكي. صراعات افريقيه كثيره في هذا اللقاء. عاد النعمه نقطه جيده اماميه. محاولة الآن، تالا يترك الكرة إلى تماس لنادي النفط. هذا النيجيري تالا، بينما هنا الإيفواري الكسندر يولي. أحمد خالد يلعب الكرة، ستار ياسين عالية، ابعاد من دفاعات نفط ميسان. نلعب في الوقت بدل الضائع. احمد خالد الى تالا، 6 دقائق سنلعب لغايه الدقيقه 96. يا من تتابع قنوات شبكه الاعلام العراقي في كل مكان، الديربي النفطي حبايب، تعادل سلبي بين نفط ميسان والنفط. كان 4 عندي، لكن غياب هذا الموسم لنفط الوسط لهبط إلى الدوري الممتاز. وبالمناسبة نفط الوسط الفريق الوحيد من الأندية النفطية ال4 اللي يحرز الدرع. كان ذلك في 2014 في أول ظهور لعندليب الفرات بقيادة القدير المدرب الكبير عبد الغني شاه. 3 أندية الآن. تحدث عن نفط البصرة وعن النفط وعن نفط ميسان. تمرير الآن علي لطيف، طالت الكرة بالسلامة. هذا محمد سادات، نقطة جيدة. سلامة لأحمد صبري، كان مع مهند حبيب اللقطة الماضية، لاعب اللي اشترك منذ دقائق. أحمد قاسم، عاد النعمة يقاتل من أجل النقطة على الأقل. تحدث عن فريق يعني يلعب أكثر من ربما 50 دقيقة
منقوص العدد بعد طرد سامهم، وفي ملعب نفط ميسان. ترى التنافس بين الأندية النفطية كبير، يعني الديربيات النفطية يكون لها طابع خاص. مصطفى محمد اللي ترك المباراة، علي عبد الجبار مدرب نفط ميسان، يعني كانت الظروف مواتية بعد طرد لاعب، لكن المباراة لغاية الآن التعادل السلبي. علي كوتي قطع للكرة، راجعة هذه المرة لمحمد سعيد. نفط ميسان إلى الأمام، الكرة من أحمد خالد لعلي ياسين. علي ياسين أعتقد من حراس الخبرة، يلعب للطلبة والنجف والزوراء. أمامية من علي ياسين. النفط راجعة، نفط ميسان. ماتيو مع محمد سلام، عملية تحضير. ماتيو انطلاقة، أوكيكي قريب، لكن اللي بعد من سامسون دير. تلعب الكرة من هناك، علي لطيف، محمد سعيد بعد للكرة. نفط ميسان، تماس بساحة لعب النفط، دقيقتين متبقية على الختام، على نهاية اللقاء. محمد سلام راجعة على سعد، بعد للكرة، كرار قريب وإلى التماس. محمد سعيد، نفط ميسان، كرة اللعب، بعد لي الكرة، انطلاقة من هناك. حاول حسام جاد الله، لاعب اللي لعب للحدود ولعب للشرطة ولعب لنفط البصرة، لاعب اللي اشترك بشوط المباراة الثاني. خلاص دقيقة على النهاية. كرار سالم أدى مباراة ممتازة هذا المدافع. النفط والتماس، آخر 40 ثانية على نهاية اللقاء، تعادل سلبي. نقطة ثمينة للنفط على الظروف اللي مر بيها. وكرة اللعب، قطع للكرة، ماتيو إلى مهند حبيب، على سعد، سهلة جدا. اعتقد خلاص المباراة تعادل سلبي، انتهى. نقطة للنفط، سيكون بالمركز الخامس أو يبقى سادسا مع زاخو. طبعا 5 نقاط بالنسبة للنفط إذا ما انتهت المباراة. نفط ميسان سيكون رابعا ب7 نقاط. أحمد قاسم هذا مهند حبيب لاعب اللي اشترك. كرة اللعب، تماس الآن، ثواني الأخيرة. أوكيكي تقطع الكرة من تالا، صافرة الحكم أحمد قاسم تنهي الديربي النفطي بين نفط ميسان والنفط بالتعادل السلبي، نقطة لكل فريق. نفط ميسان سيكون رابعا ب7 نقاط بعد إربيل والزوراء والشرطة، بينما النفط سيرتقي مركز ويتساوى مع زاخو ب5 نقاط.
تعادل في الديربي النفطي. التقيكم في مباريات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.